السلام عليكم. واحد الولد تعارف مع واحد البنت. هاد البنت قريبة ليه لحومتهم. كان كيدوز قدام دارهم تيشوفها دائما، كيتلاقى بها في الحانوت ولا في المارشي. اليوم غدا تعارف معاها. وهاد الولد هذا باقي شاب، ولكن خرج من المدرسة، خرج من الثانوي. كان طلع للثانوي وفشل في قرايته، وما بقاش كيقرا وخرج. ولا تيخدم مع الناس، تيخدم مع حداد، يخدم مع بناي، تيبركولي هنا وهنايا. ولكن دري كان مهلي في راسو، تيخدم على راسو. هذيك البنت كانت هي اول بنت تعارف معاها، وبدات كتخرج معاه، ولات كتبغيه وكيبغيها. ولكن ولا كيختلي بها، ولات بيناتهم علاقة قوية، علاقة عميقة. وبلا ما نزيد نوضح لكم، راكم عارفين. بقات العلاقة على هاد الحال بيناتهم. مع المدة بحال طلعت ليه في راسو، بحال ما بقاش باغيها. كان كيهضر معاها على الزواج، من بعد ما بقاش كيجبد معاها حس الزواج. صافي طلعت ليه في راسو، ولا تيعرف بنات اخرين من غيرها. تحلوا ليه العينين كما تنقولوا. معاه هو تيخدم ومهلي في راسو، تيلبس مزيان وداك الشيء. الفلوس علماتو حوايج اخرين، ما بقاتش كتهمو ديك البنت. مع انه كان من الاول موعده بالزواج. المهم البنت كانت كتعاود لواحد صاحبتها، كتقول لها واحد الولد تيبغيني وها فين ساكن وها فين ساكن. صاحبتها قالتها لمود ديك البنت، قالت ليها راه بنتك تيبغيها واحد وتيبغيها وراه بغات تزوج بيه. امها شدات في البنت، قالت ليها شكون هذا اللي وعدك بالزواج؟ قالت ليها راه دارهم فين ساكن، راه وراتها دارهم. امها قالت ليها شوفي انا خليني نبحث عليه. البنت ولات كتمشي بالتخبيه، كتخبى مع داك الولد مره. امها بدات كتبحث عليه. هو ساق الخبر بان امها كتبحث عليه، وساق الخبر بان كتقول للناس راه بغا يتزوج بنتي، وبغيت غير نعرف واش مزوج ولا لا. هو يطلع ليه الدم. مشى عندها قال لها انتي كتصيفطي امك كتجسس عليا. انا ما بقيتش غنتزوج بك كاع، ما بقيت لا غنتزوج بك لا والو، صافي تفرقي معايا، عطيني شبر تاع اتساع. ولا غابر عليها، ما بقى لا كيهضر معاها لا والو. ولكن هاد الشيء ما قدرتش تقولو لامها، وما قدرتش تقولو لصاحبتها. صاحبتها فاش كتسولها عليه كتقول لها الامور راه باقا مزيانه. صاحبتها ما عمرها ما شافت داك الولد هكا مباشره، ما كتعرفوش. وامها ما عمرها ما شافتو حتى هي. عرفات دارهم وعرفاتو فين ساكن، ولكن ما عمرها ما شافتو وهضرات معاه. هو كما قلنا فاش ساق الخبر لامها جالسه كتبحث عليه، تخاصم معاها وتفارق معاها. البنت بقات ساتره ديك المصيبه اللي دارت، ما قدرتش تقولها ليهم، ما قدرتش تقول لهم بلا راه تفارق معايا. هو غبر عليها غبره وحده، غبر عليها بمره. يمكن كما تيقولوا كان مشى يخدم في واحد الشركه، كان خدام فيها ومشى. هي ولات ديما تدوز من قدام دارهم، ديما كدوز من تما، ديما تتسول عليه، ديما تاخذ معلومات عليه ديما. وهذا الشيء جعلها تعرفات مع خوه. عنده واحد خوه كبر منه، خوه حتى هو ما مجوش. خوه تيخدم في الخضره وفي الفلاحه وداك الشيء، وعنده غير نيشان وديكوردي. بقات كتقرب ليه، كيشوف فيها كتشوف فيه. خدا الرقم التليفون ديالها وخدات الرقم التليفون ديالو، ولاو تيهضروا مع بعضياتهم. ولكن ما جبداتش مع الموضوع ديال خوه نهائيا. تعاملات معاه كانها شافتو وشافها، وعجبها وعجباتو، وبقاو تيهضروا مع بعضياتهم. حتى دارت علاقه هي وياه، دارت علاقه مع خوه، ولات كتخرج مع خوه، ولات كتقول لدارهم بان راه داك السيد راه غادي يجي يخطبني وغيتزوج بيا. عائلتها شنو كيصحابوها كتهضر على الاول، لا هي كتهضر على الثاني. خوه مسافر، داك اللي كانت معاه مسافر. هو شافها عجباتو، ولا تيبغيها، ولا تيقول لها نتزوجوا. قالت ليه واخا. فعلا تزوجوا قدام مو دا اختو، ومشاو خطبوا. الاخر كاع ما سيق الخبار. قال لي هذا بلا ما نبقاو نضيعوا الوقت، نديروا الكاغد ديالنا ونديروا العرس ديالنا. قالت لي واخا. داروا الكاغيط، داروا العرس ديالهم. الاخر هذاك خوه جا العرس، جا لقى العرس وساق الخبار. ولكن بقى ساكت وضرب الطم. بقى ساكت، عرفها ولكن بقى ساكت، ما تيهضر ما تيتكلم. حضر ليهم العرس، شافتو وشافها.
هي متهورة، قالت صافي دبّر راسو، المهم أنا تزوجت بخوه، هو أنا ما بيني وما بينو صافي أنا غنضرب عليه، وتزوجات بخوه ودوزات بيه العرس. خوه تيشوف في داك المنظر، خوه فين عايش؟ عايش معاه في الدار، والبنت تعيش في الدار، يعني البنت غتجي تعيش مع العائلة ديال راجلها اللي فيها الخليل القديم ديالها، وهداك خوه اللي فراسو ما اعتبرش خوه تزوج بيها، ما جاتوش النفس يمشي يكري ويبعد منها ما والو. طاحت عليه واحد الفكرة باش حتى هو يربط علاقة بيها، يرجع لأيامو ديالو بيها، البنت معاه في الدار، وخوه كيمشي يخدم في الفلاحة، والآخر كيخدم معاه هاد الشركة ويحبس، ويخدم مع هاد الشركة ويحبس، في اللخر ما بقاش خدام ولا غير داخل خارج، إلا كان شي بريكول تيديرو تما في المدينة، داخل خارج عليها، هي اللي كتصب ليه، هي اللي تطيب ليه، كطيب ليهم كاملين، هو بدا كيتقرب ليها وهي ضعيفة، دارت غلطة لأنها رجعت ليه، رجعت لخو راجلها، وبدات معاه الحياة ديالها، خزنا على راجلها، ومع الوقت ولدات الولد الأول، ولدات الولد الثاني، والأمور غادة، راجلها كيمشي يخدم ويجي، هذاك راه عايش معاهم، عاطيه واحد البيت بوحدو عايش فيه، ولات السيدة مجوجة جوج خوت، واحد شرعيا وقانونيا، وواحد عن طريق الخيانة الزوجية والفساد، وهنا ولات كتفضل الخليل ديالها على راجلها، لا في التصبيد لا في الماكلة، وكتدافع عليه وتتشد معاه الهضرة، ولكن بزاف الراجل وأفراد الأسرة شوية دخلهم الشك، طلعت تصاوب ليه بيت وتهبط، يكونوا غيخرجوا مثلا تقول لهم انا لا مريضه انا خلوني ناعسه، ما كتبغيش تخرج معاهم، بغات شي سخره تقول ليه خوك راه يوصلني، ولاو داخلهم الشك في هذا الشيء، ولكن ما كايناش شي حجه ثابته، وحتى من العائله ديالهم عمامهم وخوالهم وداك الشيء، ولاو بعض المرات ملي تيجلسوا مع داك الراجل، آه ماشي خوه مع الراجل اللي مجوج بهاديك، تيقولوا ودابا خوك صاحبي راه كبر، خاصو يخرج يكري، لأن بدات الريحة كتعطي ديال العلاقة اللي بيناتهم، شي بنت خالو شافتو كيولي ليها يديها، شي مرة شافتو تيدير ليها شي إشارات وتيضحك معاها، لاحظوا كاينة شي حاجة تما، ولكن العائلة ما قدروش يهضروا معاه بالصراحة، لأن خافوا طيح شي روح ولا شي حاجة، ولاو تيقولوا ليه وصاحبي إما خوك يخرج يكري ولا خرج نتا كري مع ولادك، إوا دابا راه هو الزوفري جالس ليكم تما في الدار وجالس مع المرا وهادي وهادي، لأنه حتى بعض الناس اللي في الحي عارفينها كانت مع خوه، تدور الهضرة بأنه كان معاها وفي الآخر تزوجات بخوه، وكانت هاد الهضرة كدور في الحي، وصلاتو بعض المعلومات على خوه، ولا تيقول لخوه خاصك تمشي تكري أصاحبي وراك وليتي راجل دابا، ولا تيدور في مرتو إلا بغات تقضي ليه شي شغل، تيقول ليها ما تصبنيش ليه، نوضي خرجي، إلا خرجت أمي خرجي معاها، متبقيش جالسة تما، ما تبقيش جالسة في الدار، القضية ولات كتفضح، خوه هذاك البرهوش ولا كيتحشش ولا سكيري، كيجي كيدخل للدار، دارنا هادي دار والدية، بغيتي تخرج نتا خرج نتا، ما تخرجش أنايا، كيقول ليه أنا راه الآخر تيقول ليه أنا راه خدام على أمك وخدام على ختك الصغيرة، خدام عليهم نتا اش كتجيب ليهم، البرهوش تيقول ليه أنا ما خارجش من دارنا قد بغيتي قد كرهتي، ولاو هاد المشكل بيناتهم ديال خرج ما تخرج، واحد النهار داك السيد مرض حس بواحد الحريق، واحد الألم تيجيه في الأعضاء الجنسية ديالو، جاه واحد المرض، مشى دوز عند واحد الطبيب، والطبيب طلب منه يدير شي تحاليل، دار التحاليل وجابهم ليه، دار ليه الراديوات وما بغاش، بقى كيبدل الأطباء، كيمشي عند هذا ما تيقضيش ليه، تيمشي عند الآخر ما تيقضيش ليه، تيمشي عند هذا ما تيقضيش ليه، ولكن واحد الطبيبة شافت داك الدوسي ديالو وهي تسولو، قالت ليه قول لي أنت مجوج؟ قال لها قالت ليه ما عندكش الدراري؟ قال لها لا عندي الدراري، قالت ليه ما يمكنش يكونوا عندك الدراري أنت، ما يمكنش، أنت تخلقتي عندك واحد النقصان، أنت ما يمكنش تولد وما عمرك ما تولد، قال لها لا أنا راه مجوج وعندي الدراري، عندي جوج ديال الدراري، قالت لها سيدي إلا كنتي كتولد من غرائب الدنيا، أنت إلا كنتي كتولد راه العجب، هنا
بدا كيزيد يتأكد من الهضرة اللي قالت ليه الطبيبة، بقى كيمشي عند الأطباء الأخصائيين، مشى عند واحد الطبيب أخصائي وقال ليه أودي أنا عندي واحد المشكل، أنا مجوج ووالد 2 ولاد، ولكن واحد الطبيبة بالتحاليل أكدت لي أنا ما كنولدش وجيت لعندك. هذاك الطبيب عطاه تفسير كامل وعطاه ما يثبت بأنه أنت ما يمكنش تولد، ما يمكنش تولد. هنا السيد دخلو الشك، ولات كتبان ليه مراتو قدامو. مشى للدار قال لمرتو يلا نخرجو، وداها بوحدها وداها للخلا كي بحال إلا غادي غيدورو، وهنا هو يجلس معاها قال لها سمعي نقول لك مزيان اش غنقول لك، هادوك الدراري ماشي ولادي، واليوم غنقتلك، غتفلتي مني بحاجه وحده، الا بغيتي تبقاي حيه هي تقولي لي الحقيقه، الدراري ماشي ولادي، ولاد من؟ قولي لي ولاد من؟ المراه خافت كيهددها بالقتل، وغير هي وياه في الخلا خافت، قالت لي واعطيني العهد بان ما دير ليا والو. قال لها ما ندير لك والو. قالت ليه انا قبل ما نتزوج بيك هذاك خوك كنت كنعرفو، كنت كنعرفو تفارقت معاه شحال هادي، ولكن تفاجأت ملي تزوجت بيك، جيت لقيتو في الدار، لقيتو قدامي، هو لما جا كان تيقول لي انا غنفضحك، كنتي معايا ونجبد لك كاع الاسرار ديالك ونجبد دوك التصاور ديالك اللي مصوره معايا، والله تنشوهك وخويا يطلقك وهادي وهادي، بقى عليا وفي الاخر ضغط عليه، ما لقيت ما ندير ولا اللي قالها لي كنديرها. فاش ولدت الولد الاول وولدت الولد الثاني انا ظنيت ولدتهم معاك وصبرت على ولدهم، ما تيسحبش ليا راه ولادو هو، انا كنسحب ولدتهم معاك انت، راه هو اللي كان كيهددني وكيقول لي غنخرج عليك ونشوهك وهادي وهادي، وانا رضخت ليه. وهاد الهضره قالتها في المحضر ديالها عند البوليس بانها كانت تحت التهديد وداك الشيء، ولكن لا، هي غير جاها قريب تما وكانت كتبغيه ورجعات ليه بخاطرها ولات كتزني معاه، لان هي كون كانت تحت التهديد كون كاع ما تمشي للحبس، لان قاضي التحقيق تبت معاها. شنو وقع؟ واحد النهار هذاك خو كان كيسكر، هو يدخل عليه للدار، دخل عليه قال لي انا بغيت نهضر معاك، قال لي واخا، قال ليه قول لي المراه ديالي شنو علاقتك بها؟ قال لي اش من علاقتي بها؟ قال لي غير قول راه كلشي في راسي. قال ليه راه كنت معارف معاها، ولكن تفارقت معاها قبل ما نتزوج بها نتايا. قال ليه لا، بقيتي معاه في علاقه هنا عندي، بقيتي معاه في علاقه. الاخر بقى كيتزايد معاه في الهضره، هذاك هز واحد الباز وضربوا به للراس، الاخر مشى للكوزينه تيجري هز واحد الجنويه ورجع هو يضرب خوه، ضربو ضربه قاتله، اي المقتول هو الضحيه، اللي تزوج بديك المسخوطه هو اللي تقتل. هذاك ضربو والاخر عطاه قتلو، ضربو بجنويه قتلو في البلاصه. وناض الغوات وناض الصداع والضوضاء، وجاو الناس ديال المخزن وشدوهم، هزوا هذاك ميت مقتول وهزوا هذاك داوه للبحث. من خلال البحث ما لقى ما يقول، تأكد بأن كانت عنده علاقة بها وكل شيء. جابوا من الدار واحد الملف طبي فيه التحاليل وفيه حتى الشهادة ديال الطبيب اللي تيقول فيها ما يمكنش يولد، تأكد بأن الولاد ولاد هذاك. الآخر اعترف بأنه عنده علاقة معها في الدار، وهي اللي كتمثل عليا ديما وهادي وهادي، وبقيت معاها. السيدة خرجت على راجلها، خرجت على راسها، خرجت على ولادها بجوج، مشى المجرم ومشات المجرمة مشاو للحبس الجنايات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.